السلام عليكم يا شباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما ينفعنا. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ واهلا وسهلا بكم. ده يعتبر اول فيديو ليا في اليوتيوب ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبسيط وحلو، وهنتكلم ازاي نقدر نوظف اداة مهمة جدا وجميلة جدا في الفوتوشوب اللي هي اداة الارت بورد. ازاي نقدر نوظفها في تصاميم الاعلانات وتصاميم السوشيال ميديا. فهشارككم النهارده ان شاء الله الورك بروسيس بتاعتي. فبدون ما اطول عليكم يلا بينا. طيب يا شباب، يلا نبدا كده نبص على الفوتوشوب. واول استخدام، انا لو شغال على ديزاين عادي اصلا وعايز اعمل ارت بورد، ممكن وانا بعمل فايل جديد كده بالمقاسات بتاعتنا، يعني مثلا بشتغل 1080 في 1080، ممكن اعمل علامه صح هنا. لو عملت علامه صح هنا فيبدا الملف يتعمل وهو فيه ارت بورد. طيب في حاله ان انا عملت ملف اصلا وهو ما كانش فيه ارت بورد، ازاي اقدر اضيف عليه الارت بورد ديت؟ تعالوا نبص. كليك يمين هنا على الارت بورد تول، وبعدين هضغط هنا واسحب. هتلاقيه بيعمل سناب، اللي هي الخطوط البنفسجي دي، الخطوط البنفسجي ديت. وابدا اضغط واسحب اهوت، هيبدا ان هو يعمل معايا ايه؟ الارت بورد كده. بقى عندي ارت بورد. فسواء بالحاله ديت وانا قبل ما ابدا الملف، او لو انا شغال اصلا وعايز اعمل ملف. واول استفاده نقدر نستفادها من الارت بورد ان انا اقدر اعمل مقاسين، مقاس للستوري ومقاس للسوشيال ميديا، الاثنين جنب بعض. ففي الحاله دي مثلا لو عايز، طبعا لو كبست على الزائد هنا يعمل لي ارت بورد فاضي. لكن لو عايز اخد نسخه بالارت بورد ده باللي فيه، بجبس الت وبضغط واسحب، فباخد نسخه كده من الارت بورد نفسه. مش مشكله، ممكن اكون مختار الموف تول او الاداه التانيه، لكن انا بجبس على الكلمه نفسها اللي هي كلمه الارت بورد نفسها بالشكل ده، وبضغط واسحب زي ما انتم شايفين كده. تمام. طيب بعد كده لو عايز اغير المقاس، باجي اكبس كليك على الارت بورد، فهتلاقي اداه الارت بورد هي اللي ظهرت دلوقتي. ودلوقتي اقدر ازود الطول بتاعي. مثلا انا عندي المفترض العرض بتاعي اللي هو 1900 1080، والعرض المفترض ان هو 1000، والطول المفترض ان انا احوله اخليه 1920. مجرد ما اكبس انتر هيحول لي المقاس بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. اقدر بقى اعمل ري ارينج للعناصر بتاعتي، ان انا ابدا ان انا اظبطها على حسب المقاس الجديد بتاعي، وهكذا، يعني بحيث ان ايه، ان هي تبقى لايقه على على المقاس الجديد زي ما انتم شايفين مثلا كده بالشكل ده. تاني حاجه اقدر استفيدها من الارت بورد، ان انا لو شغال وعندي فاريشن معينه او فكره تانية عايز اطبقها على التصميم، فبكل بساطه باخد الارت بورد بتاعتي كده وبنسخها وببدا اعدل على النسخه التانيه. ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا ان انا دلوقتي ببقى بقدر اقارن بين الاولى والتانيه، بدل ما اقعد اكبس كنترول زد وكنترول شيفت زد. لا، انا بتبقى عندي ديت موجوده قدامي وديت موجوده قدامي. زي الحاله ديت مثلا، استخدمت الاداه في ان انا عملت نسختين، كنت بجرب مثلا الاشكال اللي موجوده هنا دي احسن ولا ديت. ففي الاخر اخترت الشكل ده، وده اللي رسيت عليه. لو خلصت ده خلاص ما عدتش عايزه، بقوم محدد الارت بورد وكابس ديليت وخلاص. بدل ما فيش ليارات مقفوله بتتمسح على طول. وتالت حاجه معانا هي ان انا بشتغل على كاروسيل. الكاروسيل اللي هو البوست بتاع الانستجرام، اللي بيبقى القلاب ده اللي بيبقى كذا بوست بقلب بينهم وبين بعض، وهو بيعتبر 10 صور تمام منفصلين. ممكن اعملهم متصلين، خليكم معايا في اخر الفيديو اقول لكم ازاي تعملوهم متصلين بحيث ان هم يكون بينهم تداخل. لكن لو احنا مش هنعملهم متصلين فبنستخدم ساعتها الارت بورد بطريقه جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده، مثلا عملت هنا 6 نسخ. طبعا الكاروسيل ممكن يكون 10 نسخ، انا عملت هنا 6 بالشكل ده. فاقدر ان انا ايه، اشتغل على اكتر لو انا عايز. تمام. وبرضه لو شغال على كتالوج صغير، يعني طبعا لو كتالوج كبير يفضل يكون على الانديزاين او على الانديزاين. لكن لو حاجه صغيره زي دي، مثلا ملف تعريفي او حاجه زي كده، ممكن نعمله بكل سهوله على الفوتوشوب. واقول لكم دلوقتي واقول لكم في الاخر ان شاء الله ازاي تحفظوا كل الحاجات ديت مع بعضها. وبرضه لو انا شغال على ديزاين معين وعايز ان انا اعمل مود بورد، بحيث ان انا احط كل الافكار اللي انا عايزها قدامي. مثلا الديزاين ده وانا شغال بعمل ارت بورد فاضيه بالشكل ده، وببدا ابص هنا احط اي صوره عجباني، بدل ما اقعد اجيبهم في فولدر واقعد ابص هنا وهنا. لا، انا بحط كل الافكار بتاعتي او كل الافكار اللي انا بستلهم منها او الريفرنس بتاعتي، بحطها قدامي هنا، بحيث ان انا وانا شغال اشوف التايبوجرافي انا عايز اعمله بالشكل ده، او مثلا الصوره عايز اجيب فيها افكار من الشكل ده، وهكذا، بحيث ان انا يبقى عندي مصدر استلهام موجود قدام عيني في نفس الوقت. وطبعا بعد ما خلاص اقدر ان انا امسح ده عادي، مفيش اي مشكله، او اسيبه براحتي. وبرضه مثلا لو عندي بيزنس كارد زي ده منزله من على الفريبت، طبعا طريقه وحشه جدا وسيئه جدا ان انا اشتغل على كذا صفحه بالشكل ده، وبرضه حفظهم ما بيكونوش حاجه لذيذه. تعالوا اقول لكم ازاي نحولهم من الشكل ده لان هم يبقوا ارت بورد. طبعا ما تنسوش لو في اي لير عندكم مقفول، عشان تقدروا تكرروا الارت بورد لازم تشيلوا اللير المقفول. طبعا عشان اجيب كل الليرات المقفوله بسهوله، بختار من هنا اتريبيوت، بختار من هنا لوجن، فبيجيب لي كل الليرات المقفوله، اقدر اشيل القفل من عليها بسهوله. وبعدين ارجع على القايمه دي تاني، وبعدين اجيب اداه الارت بورد وابدا اضغط واسحب كده، وبعدين هكرر البيزنس كارد بتاعي بالشكل ده. الصفحه الاولى ديت، هم طبعا هنا زي ما انتم شايفين بيتعاملوا زي حاجه زي الجروبات كده، بس هي مش جروبات، هي ارت بورد. تمام. اقدر من هنا مثلا امسح الفرونت، واقدر من هنا امسح الباك، بحيث ان هم يكونوا معايا موجودين بالشكل ده.
وتعالى بقى نتكلم ازاي نحفظ كل دول بطريقه سهله، بطريقه جميله، بكل الصيغ اللي احنا عايزينها. تعالى نشوف. طبعا لو انا شغال مثلا على الملف وعايز احفظ كل واحده من دول هيبقى موال كبير، لكن احنا عندنا شويه طرق جميله جدا لحفظ الارتبوط. تعالوا نبص كده من فايل، ممكن نختار اكسبورت از، وبعدين بحدد الصور بتاعتي كليك، وبعدين شيفت وكليك على الاخير، وبختار الصيغه من هنا. انا بالفعل مختار جي بي جي، بس انتوا في العاده بتبقى جي اي اف، فبختار الجي بي جي، والكواليتي بتاعتي بعليها على الاخر، وبعدين بقدر اكبس اكسبورت واقدر احفظهم. هيحفظ لي كل الصور. طبعا لو عايز استثني حاجه منهم او اختار حاجه معينه، فبقدر اعلم على اللي انا عايزه واشيل الصح من اللي انا مش عايزه بالشكل ده. الطريقه الثانيه والاسهل بالنسبه لي ان انا بدخل من فايل اكسبورت، وبدخل على اكسبورت بريفرنسز اللي هي دي. من الاكسبورت بريفرنسز ببدا اظبط الصيغه بتاعتي على ان هي جي بي جي، وبعلي الكواليتي بتاعتها على الاخر، وبروح هنا بقول له اكسبورت فايلز تو ان اسيتس فولدر، يعني صدر لي الملفات في فولدر جنب البي اس دي بتاعي. يعني الملفات لما بحفظها بتتحفظ في ملف فولدر جواه كل الصور بتاعتي جنب الملف البي اس دي. ده يعتبر اسهل واسرع خيار بالنسبه لي، فاقدر اكبس اوكي. وكمان بعمل لها اختصار، لان هي في الغالب ما بيكونش لها اختصار. يعني الاكسبورت كويك اكسبورت دي ما بيكونش لها اختصار، فممكن نعمل لها اختصار من edit keyboard shortcuts، وبعدين من فايل كويك اكسبورت، وبدخل هنا الاكسبورت. خلينا مثلا نعمل اللي هو كنترول كيو، ماشي بالشكل ده. ممكن تختار اي يعني مثلا الاختصار ده انا مش بستخدمه فانا عملته، او ممكن تعمل مثلا كنترول والت وشيفت كيو، اي حاجه انت عايزها، اهم حاجه يكون حرفين، وبعدين اضغط اوكي. دلوقتي مجرد ما انا بس بكبس كنترول وكيو، هو بيبدا يحفظ لي كل الصور بتاعتي. بدا اكن انا بالظبط دخلت من فايل، عملت اكسبورت كويك اكسبورت از جي بي جي. فمجرد ما بكبس على الخيار ده، لو رحت دلوقتي فتحت الفولدر بتاعي، هلاقي ان اتعمل عندي فولدر بالشكل ده، والفولدر ده جواه كل الصور ثانيه كده. كذلك في الكتالوج برضو، لو كبست كنترول كيو اروح هنا، هلاقي انه حفظ لي كل الحاجات دي في ثانيه زي ما انتم شايفين. طيب لو عايز دلوقتي احفظ الحاجات دي، مثلا الكتالوج ده بيتحفظ بي دي اف. لو عايز احفظه بي دي اف ازاي؟ او البيزنس كارد ده مثلا هيتحفظ بي دي اف عشان يروح المطبعه. فادخل من فايل اكسبورت، بعدين بختار ارت بورد تو بي دي اف، ارت بوردز تو بي دي اف بالشكل ده، اضغط عليه. بعدين بختار المكان بتاعي اللي انا عايز احفظ فيه الملف بتاعي، اي مكان، وليكن مثلا هنا. وبعدين مثلا هختار الاسم بتاعي، بعدين هختار الانكودنج بيكون جي بي جي، والكواليتي بتكون على الاخر، وبختار طبعا مالت بيج دوكيمنت، وبعدين بختار تراف، وبس كده. وبعدين لما ادخل دلوقتي على الفولدر بتاعي، هلاقي انه حفظ لي البيزنس كارد صيغه وحجم ممتازين جدا جدا للطباعه. طيب وقلت لكم برضه في الاخر ازاي، هقول لكم ازاي تعملوا الكاروسيل اللي هو المتصل لو عندك اكتر من صوره، ازاي تعملهم جنب بعض. فالموضوع بسيط جدا. بعمل من فايل نيو، وبعمل مثلا لو هم 10 صفحات مش هحتاج ارت بورد المره دي، هقول مثلا ان انا عايز الويتس بتاع العرض 1080 في الفي ديت بنعملها بالنجمه اللي هي ديت، مثلا اضرب في 10، فده العرض بتاعي هيكون قد 10 مرات العرض بتاع الصور بتاعتي. وبعدين هختار وبعدين هقول له كرييت. وده التصميم بتاعي. طبعا لو حفظت ده هيتحفظ دلوقتي كصوره واحده، انا عايز احفظه كصور متقطعه. فلو عايزين نعمل الموضوع ده هنروح الكروب تول، اختصار حرف السي، تحتها على طول في حاجه اسمها السلايس تول. بختار السلايس تول، ومن الستايل بقول له فيكسد سايز. المقاس بتاعي 1080، انا عايز الوحده الواحده يكون مقاسها 1080. فببدا اختار الفيكسد سايز، وبعدين هاجي هنا اضغط وافضل ضاغط، واحط المربع بتاعي عند الوحده لحد ما يعمل سناب كده. لو عمل سناب يبقى المكان بتاعه مظبوط. بعدين اللي بعدها، لو انت عملت كل اللي فاتوا مظبوطين، هتيجي عند اخر واحده هتلاقيها جايه مظبوطه كده. لو غلطت فيها يبقى ممكن ايديك تهزت في واحده، او ما ظبطتش في واحده او كده. وخلونا كده نجيب صوره بشكل سريع نحطها عليها كتيست. ليكن مثلا الصوره دي تقدر بقى تعمل الديزاين بتاعك براحتك خالص، مفيش اي مشكله. دي الصفحه الاولى ودي الصفحه الاخيره، لو الجمهور بتاعك ايه انجليزي. وبعدين عشان احفظ كل دولت كصور متقطعه، كل اللي عليها اعمله من فايل اكسبورت سيف فور ويب، والاختصار بتاعها هتعمل قبضه البعبع كده، تكبس كنترول الت شيفت اس، هيجيب لك السيف فور ويب. تختار الصيغه بتاعتك جي بي جي، وبعدين تقول له سيف. تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه، مثلا وليكن انا عايز احفظهم في الداونلودز، اقول له سيف.
هروح دلوقتي على الداونلودز الاقي ان الصور بتاعتي متقطعه بالترتيب زي ما انتم شايفين كده. بس كده، لو استفدت اعمل لايك وشير. معلش احنا على اليوتيوب. بس كده، لو استفدت اعمل لايك وسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس. اتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.